قرار عاجل من وزير التعليم إلى أولياء الأمور. أعرف التفاصيل. أصدر اليوم وزارة التربية والتعليم برئاسة الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قرار عاجل لأولياء الأمور بشأن تنظيم سداد المصروفات الخاصة بالمدارس الخاصة والدولية. وقد أشار طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني أنه في إطار التسهيل والتيسير على أولياء الأمور في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد مع إجماعها والتأثر الواضح في الحالة الاقتصادية للجميع. وشدد على حرص الوزارة على تقديم كل ما تستطيع للطلبة وأولياء الأمور بقدر المستطاع في إطار القوانين واللوائح التي تنظم العملية كليا. وأعلن اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن الضوابط الجديدة التي تنظم سداد المصروفات لكل المدارس الخاصة والدولية، وسوف نستعرضها إليكم كالتالي. يتم مد فترة السداد للمصروفات المتأخرة من العام الدراسي الماضي حتى موعد 15/11/2020 القادم. وفي حالة عدم السداد للمصروفات يتم توقيف الطالب عن المزاولة الدراسية بالمدرسة ويتم إدراجه اسمه في أحد المدارس الحكومية مع إلزام ولي الأمر بتسديد كافة المصاريف للمدرسة الخاصة. 2. يتم مد فترة سداد المصروفات الخاصة بالعام الدراسي الحالي حتى موعد 30 نوفمبر 2020 القادم. وفي حالة عدم تسديد المصروفات يتم إرسال إنذار لولي الأمر بعد 15 يوما من تاريخ الاستحقاق. وفي حالة عدم الانصياع لذلك التحذير وسداد المصروفات يتم قيد الطالب في المدارس الخاصة وتحويله إلى مدرسة حكومية مع إلزام ولي الأمر بتسديد كافة المديونية للمدرسة الخاصة. وفي حالة التخلف عن سداد المصروفات لهذا العام الدراسي في الفصل الدراسي الثاني يتم حجب نتيجة الطالب ويتم قيده بإحدى المدارس الحكومية مع إلزام ولي الأمر بتسديد كافة المديونية للمدارس الخاصة. ويلزم أيضا القانون جميع المدارس بعدم التعرض للطالب سواء بالقول أو بالفعل أو بسبب التأخر في دفع المصروفات، وإن هذا الأمر منطوطا بين المدرسة وولي الأمر فقط ولا يحق اقتحام الطالب في ذلك الأمر لأنه لا صلة له بشأن ذلك. وبكده نكون وصلنا لنهاية هذا الخبر. طبتم وطابت أوقاتكم. نلقاكم دائما في أفضل صحة وحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.